السلام عليكم الاميرات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. توحشتكم وتوحشت التعاليق ديالكم الزوينه. المهم البنات، نتمنى اي وحده شافت القصه ديال اليوم تبارطاجيها مع كاع الناس اللي كتعرف. الله يفرحكم ويسهل امركم، لان شحال هذه ما حطيت حتى شي قصه ما غاديش يطلعوا نهائيا، لان ملي كتحبسي على اليوتيوب واحد المده صافي ما كتبقاش تطلع. كنتمنى انكم اي وحده تفرجت فيها بارطاجيها كاع مع الناس اللي عندها، ما غتخسري حتى شي حاجه. الله يسهل امرك ويفرحك ويعطيك ما تمنيتي ان شاء الله. حبيباتي خليكم مع القصه ديال اليوم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد. انا سميتي سعيده، جيت نعاود لكم حكايتي ومجرى فيا. غتقولوا لي انا مدلوله، انا بزاف ديال الحوايج. كاينه اللي غادي تضامن معايا، وكاينه اللي غادي تلومني. ما في يدي حيله. ملي تيكونوا الوالدين بزين عليك شي حاجه، ما عندك ما ديري الا انك تفوضي امرك لله سبحانه وتعالى وتنتظري الفرج. مهم البنات، انا غنعاود لكم قصتي من نهار اللي جا واحد السيد خطبني. ما كنت لا كنعرفو لا والو، تا عائلتنا ما كانوش كيعرفوه، وهما من الشرق وحنا من الغرب. مدينتنا بعيده على المدينه ديالهم. كما قلت لكم انا من الشرق ومنا من الغرب، راه ماشي من الشرق وماشي من الغرب، غير زعما حنا بعاد على بعضياتنا. حتى واحد ما كيعرف الاخر. واحد جارنا كان خدام في ديك المدينه اللي هما فيها. واحد النهار جا هضر مع الاب ديالي، قال لي راه شي ناس كيقلبوا على بنت الزواج، بنت دارهم اللي محترمه، وهذا واش تبغي زعما تزوج بنتك لدوك الناس؟ راه الناس اللي تيبانوا الله يعمر ليهم الدار. راه زعما من نهار جيت لتما حطيت رجلي في ديك المدينه ما كنعرف حتى واحد، كنعرف غير دوك الناس. راه الله يعمر ليهم الدار، راه هادي. مهم زين لينا السمعه ديال دوك الناس. وكما كنقولوا راه ما كتعرفش الواحد حتى كتعاشرو. انا ما غاديش نلوم داك السيد، فعلا داكشي اللي كان كيعرف عليهم، كيعرفهم ملي كيمشي عندهم كضيف، ماشي عايش معاهم. المهم البنات، قال لي الاب ديالي يجي ويلا تفاهموا. في الاول كان قال لي واش ما عندهمش بنات في ديك البلاد. قال لي بنات في ديك البلاد كيتزوجوا باقيين صغار. قال لي راه ما كتلقاش شي بنت وصلت 19 عام 18 عام وباقا ما مزوجاش. قال لي تما كيتزوجوا البنات الصغار. المهم البنات، جا قال لي الاب ديالي واخا يجيو مرحبا بهم. جاو مهم الكلام الحلول ما نعاودش لكم. خلونا اننا نقبلوا، لا انا لا والديا. دوك الناس عندهم حلاوه اللسان، عارفين كيفاش يقنعونا. المهم داكشي اللي كانوا كيقولوا راه لا علاقه مع الواقع المر. المهم البنات صافي اتفقنا على النهار ديال الخطوبه. داك النهار كانوا غير جاو داويين وشافوا واش قابلين ولا لا، واش تفاهم زعما واش تفاهمنا، واش عجبني واش عجبته. المهم اتفقنا على النهار ديال الخطوبه. جاو عاوتاني، جا هو والام ديالو وختو وباه وواحد الاخ ديالو ومراته مزوج. المهم جايين تاني داك النهار كبرنا بهم، وتا هما ما خلوش من جهدهم الصراحه، جابوا كلشي كبروا بيا. المهم اتفقنا على العرس. ديك الساعه كان باقي على شهر، كانوا جاو في شهر 4، وكنا اتفقنا غادي نديروا العرس في شهر 6. يعني غير غادي يشدوا العطله الدراري، العطله مباشره غادي نديروا العرس. فعلا داكشي اللي كاين. بدينا كنوجدوا العرس. وصل النهار ديال العرس. مشينا بعدا قبل، درنا انا ويا العقد وداكشي. جا قبل ايامات العرس بشويه. صافي بقينا كنهضروا انا وياه في التليفون عادي، كيبان الله يعمر ليه الدار، وكما قلت لكم عنده حلاوه اللسان. المهم صافي فاش تزوج نهار العرس. المهم كان داز عرس واعر في دارنا. الوالديه داروا لي عرس كبير بزاف، وحنا من عندنا وفي مدينتنا كلشي كيكبر بناتو كيدير لهم عرس كبير. المهم درنا عرس كبير ما شاء الله، ومشينا عندهم. فاش رحت ديك الليله للدار لقيتهم عارضين على العائله والجيران. المهم لا هما لا حنا دايرين، كلنا دايرين عرس كبير. المهم كنت فرحانه ما قداتني فرحه البنات. عاودت برزت عندهم وداكشي، يعني عاودوا داكشي بحال داكشي اللي درت في دارنا عاودت درته في دار راجلي. المهم كنت فرحانه ما قداتني فرحه البنات. هكا فاش قرب الصباح وداكشي نضنا كنشطحوا انا وياه والعائله كلشي كيشطح، وكلشي راكم عارفين العراسات كيفاش دايرين. المهم جات واحد السيده، انا كنقول راه واقيلا بنت عمو بنت خالو، حيت ما كنعرفش عائلته نهائيا، ما كنعرف عليه حتى شي حاجه.
بنت ختو ولا الله أعلم كتبان باقا صغيرة، المهم تقريبًا ما بيناتناش أنا وياها بزاف لأنني تزوجت وأنا صغيرة. المهم البنات جات كتشطح معانا عادي وكضحك وشادة فيه وتضرب فيه، والمهم ما ديت ما جبت صافي وحدة قريبة حيت ما يمكنش غادي يشطح مع شي وحدة برانية، أنا هاد الشي اللي دايرة في دماغي. صافي المهم مشينا داك الصباح تفرقت العائلة، كل واحد مشى لدارهم، عائلتنا رجعوا، عائلته مشاو، المهم بقينا أنا وياه وأمو حيت أنا غنسكن مع أمو وأختو وشي وحدين خوالاتو هكا، دوك الناس اللي قراب اللي تيبقاو هما الآخرين كيجمعوا معاهم الروينة وكلشي. واحد جوج السيدات كانوا شادينهم زعما باش يعاونوهم في ديك المناسبة. المهم البنات كلشي داز بخير وعلى خير، داك الأسبوع كان داز مخير، كلشي بخير. المهم ملي داز داك الأسبوع جبنا الكاسيطات ديال هذا د العرس، بقينا كنتفرجوا دوك السيديات ديال العرس بقينا كنتفرجوا. المهم بانت ديك اللقطة وانا نسولهم قلت ليه شكون هاديك، يعني راه من مورا العرس ما بقيتش شفتها ما والو. وهي تنقز اختو قالت لي هذيك بنت جيراننا، قالتها بواحد الطريقه ما عجباتنيش. المهم صافي ما ديت ما جبت بقينا عادي. حتى لواحد النهار كنا خارجين تلاقينا معاها كي دايره فلا لاباس عليك، انا ما حشاتش ليا ما سولاتني ما والو، زعما تقول لي كي دايره يا اختي لاباس عليك بخير، وانا ما سولاتنيش، بقات كتسول هو وكتضحك معاه كي دايره خالتي فلانه لاباس مالين الدار. المهم مريضنا ما عنده بس. قلت لي شكون هادي دايره بحال ما فراسي حتى حاجه، بحال ما عرفتهاش من قبل. انا قلت لكم فاش كنا كنتفرجوا قالت لي اختو راه بنت جيراننا. المهم قال لي هذه غير بنت جيراننا، والطريقه باش كانت هضرات معاه ما عجبتنيش نهائيا. المهم جيت للدار عادي، من بعد كنلقاه واحد النهار ما بقاش عندي الصولد، قلت لي عافاك عطاني التليفون، بغيت نعيط لدارنا، عطاني التليفون ديالو، خديته عيطت البنات، كنلقى ديك السيده في الواتساب عنده. انا هضرت مع اختي من الواتساب، كنلقى ديك السيده اللي شفت راه المهم اخر محادثه هي ديالو مع ديك السيده. المهم انا ما عجبنيش الحال، مشيت عنده قلت ليه قلتي لي بنت جيرانكم اشنو كدير عندك انا في التليفون؟ قال لي والو عادي انت راه بحال اختي، وهادي راه حنا جيران كبرنا مع بعضياتنا، وهادي انا ديك الساعه ما تنعرف لا جيران لا عائله لا حتى واحد، جيت مقطوعه من الشجره وكنت بعيده بزاف على دارنا. المهم البنات دارت بيا الدنيا وبكيت وقلت واقيلا غير الشيطان، عذ بالله من الشيطان راجي من عند الشيطان، وسكت ما قلت حتى شي واحد. المهم بقينا بحال هكاك، قلت ليه المهم ما بغيتش، بغيتك تهضر معاها تكون بنت جيرانكم، تكون اللي بغات تكون صافي غادي تسد عليها. المهم قال لي واخا كنوعدك هادشي ما غاديش يتكرر مره اخرى، هي اللي صيفطات ليا ما عندي ما ندير ليها، واش انا نبلوكيها وهادي وهادي. المهم انا قلت له ما بقيتش، بغيتك زعما نشوف كدوي معاها فعلا داكشي اللي كاين. قال لي ما بقيتش غادي نهضر معاها. المهم داز تاني تقريبا ما كاملاش حتى 2 سيمانات، كنلقى السيد راه داوي معاها والضحك والتريقيل من مورا ديك المره فاش لقيتو وليت كنراقب التليفون. المهم قلتها لعكوستي، هاد المره قررت انني نقولها لعكوستي، قلت لها خالتي عافاك راه بغيت نقول لك واحد الحاجه ولكن تبقى بيناتنا بلا ما تقوليها لفلان. قالت لي ويلي كوني هانيه بنتي. قلت لها شنو كاين شنو كاين شنو كاين؟ راه النهار سميتو نهار العرس قلت وقيله من عائلته، ولكن ملي عرفت انها بنت جيران وكان كيشطح معاها بديك الطريقه والضرب والمهم داك الضرب الباسل وداك الشيء، قلت لها ما عجبنيش الحال. قلت لها ودابا راه حصلتو شي 2 مرات هو كيدوي معاها. قالت لي شوفها بنتي شدي براجلك بيديك وبرجليك. قالت لي هذيك خيتي راه كان معاها وكان باغي يتزوج بها وانا كنت رافضه. قالت لي لانني كنت عارفاها مع شحال من واحد ماشي غير مع ولدي. قالت لي كانت مع ولاد الجيران تشد في هذا وتضرب في هذا. قالت لي كانت زعما كدير علاقات مع الولاد بزاف، كتهضر معاهم صاحبه معاهم بهذا المفهوم هذا. قالت لي داكشي علاش ما كنتش باغا، ماشي قالت لك كاع الدراري يكونوا معاه وفي الاخر يديها ولدي. المهم فاش قالت لي هكا ما نكذبش عليكم انا زدت زيرت. صافي اشنو نط بلوكيتها من التليفون ديالو، ناط عرفت راسها بلوكات، ناط صونات عليه بشي نمره واحده اخرى، قالت لي بلوكيتيني. قال لي هلا ما بلوكيتكش. المهم فاش تواجهت مع السيد قال لي شوفي ما عندي ما نخبي عليك، انا ديك السيده كنبغيها وكنموت عليها، بغيتي مرحبا ما بغيتيش الله يعاونك، انا راه امي زوجتني بالزز جابت لي وحده ما كنبغيها ما والو، هادي راه كنبغيها. قلت لها ملي ما بغيتيهاش ما كانش عليك دير لي هكا. عرفتوا البنات راه بكيت ونهاريت بالبكا وبقيت نغوت لربي اللي خنقني ودخلت العجوزه لدرجه هرست عليه الشطابه ديال هذيك العصيه ديال الشطاب والله تهرستها عليه. المهم ما خلاتش لي، قالت لي شوفي يا بنتي راه هادشي دابا يفوت، راه غير دايره لي شي حاجه. المهم العجوزه كانت واقفه معايا وكنت كنلومها، تنقول لها خالتي حنا راه ما عندناش بنات كيتزوجوا بيطلقوا، راه حشومه عليك هادشي اللي درتي، ملي ولدك ما بغاش ما تظلمينيش، اشنو ذنبي انا؟ المهم البنات في ديك الفتره كنلقى راسي انني حامله، ما عندي ما غندير، تزاد مشكل على
مشكل، كون ما كنتش حاملة راه ممكن نرجع لدارنا. المهم في ديك الوحم ما نكذبش عليكم داز عليا العذاب الأليم، ولا كيهضر معاها بالعلالي. لو كان غير ما عرفتش النهار الأول انه كيهضر معاها، لو كان غير ما قلبتش التليفون، عرفتو داك الوحم داز عليا العذاب. كنهضر مع امي تنقول لها امي شنو كاين، راه حصلتو مع وحده، تتقول لي يا بنتي دوري دور تاعي ويجي للدار، راه كاع الرجال كلهم بحال بحال، ياك ما يتسحب لك باك راه كان راه حتى هو في الصغر وراه هادي. المهم البنات بحال قطعت ليا الياس انني ما نرجعش لديك الدار. دوزت المعاناه العجوزه مزيانه معايا. المهم ما منقص، ما خصني حتى شي حاجه في ديك الدار. اللي بغيتها كتقول لي جيبها ليها، ولكن العلاقه بيني وبين راجلي بدات كتخيب بزاف. انا البنات كنضل نبكي. المهم ولات الولاده ديالي الاولى السبوع وداكشي كاع داكشي داروه، ولكن علاقتي براجلي راه علاقه خايبه بزاف. السبال المعيور ديما تيقول لي انت شيطه على حبابك مزوجينك بواحد كيبغي وحده اخرى. تنقول لي ما عارفين حتى حاجه، هما ما كانوا عارفين والو، راه انت وامك اللي دايرين هاد الزبله كامله. المهم البنات ما بقى عندي ما ندير. المهم مره مخاصمين مره مصالحين مره مخاصمين، هي لاصقه فيه عجوزتي كتمشي تبرى منها، شحال من مره تخاصمت معاها، تتقول لها والله لا كنتي لولدي راه واخا طلقي من مراته والله لا تزوجتي به، وكتقول لولدها استختها رضا. المهم البنات ما نكذبش عليكم، انا بديت كنعيا وبديت كنتعصب وليت مريضه. ما نعاودش لكم حالتي كيفاش دايره. المهم داز مده، قلت لكم مره مخاصمين مره مصالحين، مره يقول لي راه قطعت معاه، مره يقول لي راه كيبغيها، كل مره واشنو. المهم بقينا حتى لواحد النهار عاوتاني حصلت معها وكنا نوضنا الصداع، وديك المره مشيت لدارنا. وفاش مشيت الاب ديالي ما كانش عاجبو الحال، العائله كلهم ما كانش عاجبهم الحال. فاش كنتي ما باغاش رجعي قبل ما تولدي، ماشي تا ولدتي وحنا اش غنديروا لولدو هادي. المهم البنات ندموني على النهار اللي تزت فيه. بقيت صابره. المهم دازت واحد المده، جات العكوزه وكتطلب وتزاوج. قالت لك لا ترجعي بنتي. وداك النهار من حسن الحظ ديالي ما لقيتش الاب ديالي، لان كل لقيت الاب ديالي غيقول لي هزي حوايجك وتبعي عكوزتك. المهم قالت لها امي وقفات معايا شويه، ولكن ملي تيكون البار ما كتقدرش تهضر قدامه. قالت لها خصو يجي الولد وهادي ويعتذر. بقات تما وعيطات عليه، خلطت علينا في الليل. جا الغد ليه جينا عاوتاني. المهم ردوني البنات، رجعت. دازت شهر ونص تقريبا كنلقى راسي حامله المره الثانيه. غتقولوا لي انت ما عجبكش الحال وكتقول تولدي في الولاد، ما عرفتش شنو وقع ليا. انا كندير وسائل الحمل منع الحمل، ولكن ربي كتبهم ليا. المهم البنات صافي هنا ما بقيتش كنقلب من موراه، تنقول خليه دبر راسو. كنسمع راه خارجين بجوج راه كانوا هنا راه هادي. بعض المرات كنسمع كوزتي ولوستي كيهضروا، ملي كيسمعوني كيسكتوا ما كيبغيوش يوصلوا ليا. كتقول لها اللوسه راه شفتها راه هادي. الصراحه انا لوستي ولا عكوزتي والله حتى كانوا مزيانين معايا. المهم البنات هذا هو المشكل اللي كان عندي. كان عندي مع ديك خيتنا. المهم بقينا واحد المده حتى لواحد النهار قال لي شوفي يا بنت الناس ما عندي ما غنخبي عليك، ديك السيده راها حامله مني وغادي نتزوج بها. عرفتوا يا البنات راه بكيت ندبت ما خليت ما درت. جرات عليه العجوزه قالت ليه السيده غتبقى معايا في الدار، انت سير دبر راسك، سير صلح محاينك، سير للحبس، سير دبر راسك. المهم حتى هي ما كانش عاجبها الحال، وكانت عيطات على واحد خوها باش يدوي معاه وداكشي. قال لها ودي راه طحت في غلط معاها، راه ما عندي ما غندير، يا نتزوج بها يا نمشي للحبس، غنخرج على راسي وغنخرج على قدمتي وغنخرج. المهم البنات ناض السيد مشى تزوج بديك السيده، مشاو كراو في واحد الدار وحده اخرى. المهم انا بقيت مع العجوزه، هي قطعت معها الهضره ما بقاش كيجي. باش نمشي لدارنا ما غنقدرش، لان عارفه ديك المره فاش مشيت وديت غير واحد شنو داروا ليا، وما بالك وانا والده جوج وليدات. المهم البنات بقيت مع العجوزه مكافحه، ما خلاتني نقصاني حتى شي حاجه، ولكن ما حاملاش راسي. تنحس براسي انني غير خدامه عليهم. الشقه راه انا اللي هزه ديك الدار، انا اللي كنشقى. من ناحيه التقديه وكلشي راه موفرين ليا كلشي. في المناسبات كتشري راسها كتشري ليا، ما يمكنش تشري راسها وما تشريش ليا نهائيا. عمري عقلت عليها الصابغ هو الاخر تشريها راسها وما تشريش ليا. راه بعض المرات كتشري ليا انا وولادي وما كتشريش راسها. دوك الولاد ما خلاتهم ينقصوهم والو. داك الراجل راه نساني من نهار تزوج بديك السيده، نساني لا انا لا ولادي. امو ما عرفتش واش كيشوفها في الزنقه ولا لا، وبا وخوتو. المهم في الدار راه ما كيجيش لديك الدار نهائيا. وطبعا السيده راه ما غاديش تخليه يجي للدار، راه غادي تخاف على راجلها. زعما انا راه غير
خدامة عندهم وصافي. المهم البنات دازت أيام الله، وبقينا شحال وأنا في ديك الدار حتى لواحد النهار اللي السيد كان مشى للخدمة وكان تزيّر فيها، كان مريض واحد شوية، رجع كيلقى واحد السيد مع مراته في الدار. شدها دقدقها ودقدقهم وعيط على البوليس. المهم فاش دخل لقى السيد سد قال لك الباب بالساروت. انا هادشي سمعته من بعد صافي، ودقدقهم مزيان لا هو لا هي، قال لك كان غادي يقتلهم الله يستر. المهم كانت جريمه قتل غادي توقع في ديك الدار. المهم الجيران سمعوا الغوات وداك الشيء، عيطوا على البوليس ولا هو اللي عيط على البوليس، انا ما عرفتش شنو كاين. المهم جاو داوهم. السيده تشدات، السيد تشد هذاك اللي معاها. المهم هو داوه عطى الاقوال ديالو وداك الشيء، رجع لدارو ما بقاش قد يجلس فيها، جا بغى يدخل. المهم مو طبعا وداك الشيء دخلاتو حينت حنينه وداك الشيء. فاش رجع زعما، المهم في الاول كان كينعس في بيت الصالون وداك الشيء، من بعد جا ولا كيهضر معايا داك الشيء، ولكن انا ما تقبلتش، ما نكذبش عليكم. ملي كانت هذيك وكان عاجبو الحال وكان معاها ما كانش كيسول. ملي وقع ليهم مشكل ولقاها في خيانه زوجيه، رجع بغى يتصالح معايا. انا البنات ما قدرتش، ما نكذبش عليك. هو تيقول لي الا ما بغيتيش تسمحي لي اش جالسه كديري في دارنا، يعني خصنا نطلقوا، خصنا هادي. امو كتقول لي عطيه فرصه واحده اخرى، هذيك السيده راه مستحيل يعاود يرجع ليها، راه كانت غير زعما كتدير الشعواده وداك الشيء، راه داك الشيء باش كنتابعها. انت غير سمحي لي اشنو غتخسري، عطيه فرصه واحده اخرى، انت زعما جالسه معنا في الدار جالسه، وعطيه فرصه واحده اخرى. السيد راه فرتك ديك الدار، يعني راه ما بقى فيها والو، كاع دوك الماعن وداك الشيء راه اللي تباعت، واللي جابها لديك الدار فين ساكنه انا جابها. المهم ديك الدار اللي كان كاريها ومع ديك السيده راه كان طالقها. تتقول لي راه كون كيبغيها كنت نازل ليها وعاود خرجها، راه مستحيل راجل يلقى مراته مع شي وحده مع شي واحد اخر ويعاود يردها. المهم البنات انا خايفه، ما نكذبش عليكم، نخاف انها مني تخرج ولا شي حاجه يعاود يرجع معاها. انا ما نكذبش عليكم، ما بقيتش مستعده انني نشوفهم بجوج ولا يكون معايا وبدا يهضر معاها. والله ما بقيت عارفه اش ندير. نتمنى انكم تنصحوني وتقولوا لي اشنو غادي ندير. انا عييت البنات، عييت، راه داك انا لخص لكم هذا الشيء غير في الدقائق اللي هما قلال، اما كون جيت نعاود لكم بزاف ديال الحوايج. والمهم شي حوايج راه كيضروا في الخاطر، انا جيت غير نلخص لكم ونعاود لكم، ونتمنى انكم تنصحوني والدعوات ديالكم معايا. وهاد السيده يبعدها عليا الله، ما تبعاودش ترجع لحياتنا نهائيا. بعض المرات حتى كنقول نعطيه فرصه وتنقول. المهم البنات انا قررت انني نعاود القصه ديالي، ونتمنى انكم تفيدوني تقولوا لي اشنو غادي ندير. عكوزتي ديما تتقول لي رجعي معاها بنتي، عطيه فرصه واحده اخرى، راه مستحيل يعاود يرجع ليها، انت كتشوفي راه في الحبس ما غاديش تعاود ترجع ما نكذبش عليكم، ما عرفتش شنو غندير. غتقولوا لي علاش جالسه معاه علاش جالسه معاهم في الدار وما باغاش ترجعي. انا البنات ما غنقدرش ندي ولادو نعيشهم في دارنا نهائيا، من السبع المستحيلات والديا غادي يقبلوا خوتي وعائلتي. المهم هادشي اللي كاين البنات، نتمنى انكم تنصحوا. البنات بالنسبه للقصه ديال اليوم، بصح والله الا صاحبه القصه بقات فيا جناحها مكسورين كما قالت مسكينه، الله يوقف معها. اختي غنقول لك حاجه وحده، غادي تصلي صلاه الاستخاره 3 ايام متابعه، وربي غادي يبين لك الطريق الصحيحه اللي غادي تتبعي. صلاه الاستخاره في جميع الامور، اي حاجه ديري عليها صلاه الاستخاره. هذه هي النصيحه ديالي لك حبيبتي. نتمنى اختي لك التوفيق، ونتمنى ان ربي يفرجها عليك، راه ماشي سهل الظروف اللي كتمري منها. المهم البنات كما قالت لكم الاخت راه غير لخصت لينا وعاودت لينا قصه، يعني لخصتها لينا. نتمنوا ليها الفرج ان شاء الله، والله يسر ليها امورها، وان شاء الله ربي راه غادي ياتيك غير بالخير ان شاء الله. المهم انا هادشي باش غادي ننصحك حبيبتي، صلاه الاستخاره. ونتمنى من البنات يخليو لك تعاليق اللي هي زوينه بزاف. البنات كما قالت لكم كاينين اللي غيلوموها، وكاينين اللي غادي يقولوا لها واش انت مدلوله جالسه في الدار ما عندها حتى شي حل اخر، ما غتقدرش انها تدي وليداتها بجوج وغتمشي عند عائلتها. نتمنى انكم تدعوا معاها والله يفرجها عليك حبيبتي. هذه هي القصه ديالنا، حتى القصه الجايه ان شاء الله حبيبتي، مع السلامه.